السلام عليكم حبيبي في الله، عاملين ايه؟ معلش بقى انا ماسك المايك بايدي علشان الصوت غالبا مش هيكون واضح قوي يعني. المهم عشان بس ما اطولش عليكم، لان احنا شغالين حرفيا بقى لنا 8 ساعات تقريبا يعني. وده يقول ان مفيش حاجه اسمها انت مهندس العنبر او المشرف العنبر او استشاري العنبر فانت مش هتعمل حاجه بايدك. مفيش الكلام ده يا باشا. لو انت خايف على مالك او مال الناس اللي انت المفروض يعني الاستشاري بتاع العنبر بتاعهم، او انت مهندس العنبر بتاعهم، او انت مشرف العنبر بتاعهم، هتشتغل بايدك. صدقني كلنا بنشتغل بايدينا في كل العنابر. المفروض يعني الناس اللي هي ايه بجد خايفه على شغلها وبتتقن شغلها يعني، على الاقل في البدايات يعني. المهم ده عنبر ارضي، مش بطاريات، عنبر ارضي. عنبر كان المفروض سعه العنبر ده 4000، ولكن ساعته اللي احنا دخلنا بيها او سكننا بيها كان 3000 ونص. وكان ده بناء على ترشيح مني، لان انا بالنسبه لي دايما ما اخش اي عنبر بسال السؤال ده ساعته كام؟ 5 دخل 4 او 4 ونص. ساعته كام؟ 4 دخل 3 او 3 ونص. ودايما بطلع عندي حق. دايما بطلع صاحب العنبر مقدر بزياده، او صاحب العنبر يعني مش مدرك حجم المشاكل او حجم المميزات اللي هيلاقيها لو خف العدد شويه. طبعا انتوا كنتوا شايفين النشاره ورايا والعلافات وكل الشغل الجميل ده. طبعا العنبر ده احنا ماسكينه رعايه وتغذيه، وتحديدا رعايه وتغذيه. يمكن جزء الامراض لو احتاجنا لدكتور بيطري او لو احتاجنا لاستشاري اكبر هنلجا له، ولكن تحديدا مهمتنا في العنبر ده هي الرعايه والتغذيه. وعشان كده هتلاقوني معظم كلامي عن الرعايه والتغذيه فقط. وان شاء الله برضو لو جت اي حاجه في الامراض احنا ان شاء الله قدها وقدود، ولكن ده هدف الرئيسي بتاع اي مهندس زراعي او اي استشاري. ده بيكون هدفه الرئيسي الرعايه والتغذيه. اما طبعا جزء الامراض او جزء الفارما ده بيكون خاص بدكتور بيطري. يعني اي عنبر محترم بيكون فيه دكتور بيطري ومهندس زراعي. ولكن طبعا احنا هنا عندنا بنمشي الدنيا حب شويه. يعني ايه؟ يعني المهندس بنقول له لو انت فاهم توكل على الله. بس دايما انا بقول لا، يعني دايما اي عنبر بخشه بقول له انا في المقام الاول انا راجل مهندس زراعي، استشاري تغذيه واستشاري رعايه. لكن جزء الامراض طبعا بفضل ربنا يعني نسد فيها اكتر من دكاتره بيطريين كمان. ولكن دايما بنقول الحاجه اللي احنا متميزين فيها، او الحاجه اللي احنا حرفيا مهمه المهندس الزراعي. ولكن طبعا بالتاكيد احنا العنبر ده واخدينه كل شيء يعني حرفيا. اصحاب العنبر ده نصا كده قالوا ده عنبرك، اعمل فيه اللي انت عايزه. طبعا ربنا يا رب يكتب لنا التوفيق ويكتب لنا النجاح، وكل قرار ناخده يكون قرار فعلا سليم. طبعا ما تلاقوش انا هخش ان شاء الله جوه العنبر ونعدي ان شاء الله الستاره دي واوريكم كل حاجه ان شاء الله باذن الله. شغالين بكتكوت ايه. انا طلبت منهم ينزلوا العناني، ولكن هم للاسف لقوه غالي. هو فعلا غالي جدا يعني. النهارده حرفيا بنتكلم في 25 او 24 جنيه. النهارده يوم تقريبا 19 واحد، فانا فعلا شايفه غالي يعني. ده غالي فعلا. فلقينا رص الوادي كان سعره تقريبا ب 15 وقدرنا نخلصه ب 14. فانا بالنسبه لي حتى لو كان كتكوت فيه اي مشكله فسعره الحنين ده يعني برضه يشجعك انك تجيبه. فلما خدوا رايي قلت لهم خلاص توكلنا على الله. برضه شركه الوادي مش شركه صغيره. وحد يقول لي والله طبعا عندهم مشاكل الايام دي او عندهم ميكروبلازما اميه او هقول لك والله ما عادش فيه شركه نظيفه، ما عادش فيه العناني نفسه اللي انا نفسي قلت لهم هاتوه هتلاقي فيه مشاكل. انا بالنسبه لي خلاص يعني طالما اجده ميت وجده ميت انا اخاف من ايه؟ طالما كده مشاكل وكده مشاكل انا اخاف من ايه؟ لا انا اجيب الرخيص احسن بقى وخلاص. العلف طبعا علف العناني انا بالنسبه لي شغال بيه بقالي 5 سنين او اكتر، وبنصح بيه اي حد يسالني، واي عنبر صغير كان او كبير بنصح بيه اي حد. انا بالنسبه لي علف العناني علف 10 على 10. علف بالنسبه لي مفيش فيه سموم حرفيا، تحويله 10 على 10. غالي سنه بس انا بالنسبه لي علف لا غنى عنه. ومش حابب اجرب علفه تاني بصراحه ربنا يعني. مش حابب اجرب اي علفه تانيه، ولكن عشان برضو الواحد بيحب جزء التجربه هنجرب. بس في العلف تحديدا انا بكون متحفظ شويه. فبنصح اي حد او اي عنبر صغير كان او كبير، بطاريات كان او ارضي، يشتغل بالعناني. فطبعا احنا لم نوفق في ان احنا ننزل كتكوت العناني، ولكن الحمد لله وفقنا في ان احنا نشتغل بعلف العناني. دي سهله بقى ان شاء الله باذن الله. طيب الدوره دي بقى، ودي برضو المفاجاه، قررت اشتغل بنظام ايه او ادويه ايه. طبعا كتير ممكن يقول اكيد بقى نظام الاكس فاكتور والكلام انت ايه مصدعنا بيه بقالك فتره ده. لا مش الاكس فاكتور. اكيد بقى ادويه تولكا شربيني بقى وانت عمال تقول ادويه تولكا. لا برضو مش ادويه تولكا. ما هنمشي بايه؟ هنمشي بادويه رويال. ايوه ما حدش يستغرب، هنمشي بادويه شركه رويال. انا بالنسبه لي واثق جدا في الادويه دي. جربت ادويه او بعض الادويه دي عندي بشكل خاص، وكانت ادويه بسم الله ما شاء الله ادويه محترمه جدا. انا بس كل مشكلتي معاها ان هي فكره السعر. يعني السعر بالنسبه لي عالي شويه على حجم المنتج. ولكن انا
اثق ثقه عمياء حرفيا في المنتجات دي. ولما عرضت عليهم الامر قلت لهم ايه رايكم نجرب، هل في ميزانيه تسمح؟ لان انا برضو معظم او اي عنبر بيطلب مني ان انا امسكه او اكون الاستشاري بتاعه، بطلب منهم ان احنا مش هنشتغل اجل او مش هنشتغل بكل المدخلات اجل، على قد ما نقدر هنشتغل كاش. ايه هي الكاش؟ اي حاجه والله. تشتغل كتاكيت وعلف كاش اتس اوكي، تشتغل كتاكيت وادويه كاش زي الفل، تشتغل كتاكيت بس كاش زي العنب، ادويه بس كاش زي الفل. المهم بالنسبه لي في بند او بندين من 3-4 بنود نشتغل كاش. ليه؟ ده نص النجاح. عايز تنجح في المجال ده تشتغل بنص المدخلات او ربع المدخلات، اضعف الايمان كاش. كده انت قدرت تنجح في المجال ده، او قدرت على الاقل تخش الدوره بقلب جامد. انت اللهم بارك اللهم بارك، لو الدوره تكلفتها 600,000 او 800,000 او مليون حسب العدد بتاعك، انت بالفعل دافع ربع المبلغ ده او ربع المبلغ ده بتاعك. فيعني الحمد لله الحمد لله، انت لو خسرت لا قدر الله هتخسر رقم واحد من مكسبك. طيب رقم 2 هتخسر من المبلغ او من راس المال اللي انت دافعه، فبالتالي برضه هتخرج من الدوره كسبان. كسبان ايه؟ كسبان انك معلكش جنيه لحد، كسبان انك مش ماضي على شيك او ماضي على ورقه هتدخلك السجن. فاهمني؟ انا عارف ان بند العلف صعب جدا جدا تشتغل فيه كاش، مفيش مشكله، اشتغل كتاكيت وادويه كاش، والعلف يا عم ماشي ما تجيبوش كاش هتؤجل، مفيش اي مشكله. المهم فده كان الكتكوت، ده كان العلف، وده كان الادويه اللي انا اخترتها واللي اصحاب العنبر وافقوا بيها. طبعا العنبر ده طبعا في العمر الكبير ان شاء الله نظامه مش نبل، نظامه سائقات جامبو. انا طلبت منهم نعمل خطوط نبل. النبل بالنسبه لي امتع بكتير، مش غالي على فكره، نهائي نهائي نهائي، سهل جدا جدا في التطهير. يعني الجامبو دي لازم تتفك وتتركب تاني في التطهير، ده لو احنا هنطهر صح طبعا. ولكن النبل بالنسبه لي ممتع جدا جدا في التطهير، حرفيا في ثانيه تاخد الخط رايح جاي. فانا بالنسبه لي طلبت، طبعا انتوا اكيد شايفين الجامبو هم رايهم ده كلها ساقيات جامبو. انا بالنسبه لي طلبت منهم نغير ان شاء الله الخط ده لنبل، وان شاء الله هم وافقوا بالفكره دي. ولكن طبعا الوقت لم يسعفنا بان ناخذ هذه الخطوه، فاجلناها ان شاء الله للدوره اللي جايه. دي تقريبا كل انظمه او كل تفاصيل الدوره. طبعا استلمنا الكتكوت، طلبت برضه منهم ان احنا مش عايزين بشاير. مش انا بالنسبه لي ما تقوليش بقى البشاير مناعه اعلى والكلام ده. انا بالنسبه لي انا بشتغل اللهم بارك اللهم بارك في عنبري انا الخاص. والله لو جبت لك كتكوت 20 جرام انا بشتغل باي كتكوت. ولكن هنا انا طلبت منهم الكتكوت ما يبقاش بشاير، الكتكوت يكون يعني مثلا من 40 جرام ل 45 جرام، ده ممتاز جدا 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 بالنسبه لي. وبالفعل الحمد لله الكتكوت كان نفس الوزن اللي احنا طلبناه. بس الارضيه طبعا 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 مفيش حاجه اسمها الارضيه تبن. بص لو احنا بنشتغل صح مفيش حاجه اسمها الارضيه تبن، مفيش حاجه اسمها كده، لا الارضيه نشاره، الارضيه نشاره. طبعا اكيد واضحه النشاره، واضحه وبرده كان فيكم نشاره قدام، اكيد واضح. طلبت منهم طبعا الارضيه تكون نشاره وبس. يعني اعتقد دي معظم التفاصيل. طيب اول يوم يا شربيني حطينا ايه؟ في اول يوم حطينا البروفيت بلس الاف سي ار بلس عسل اسود 5 سم على لتر، عسل اسود 5 سم على لتر. الاف سي ار حطيناه 2 سم على لتر اي ثينك يعني حسب ما اتذكر. والبروفيت اللي هو البروبوتيك بتاع شركه رويال، مش تولكا بقى رويال، حطينا بنسبه 3 جرام 3 جرام تقريبا على اللتر. طبعا ده هنشتغل بيه اول يومين اللي هو اليوم الصفر واليوم الاول. باذن الله من الغد، يعني من اليوم الاول، النهارده اليوم الصفر، باذن الله بكره من اليوم الاول هنحقن الفري او 2 والفاكسين بتاع شركه رويال. برضو احنا خلاص بقى تعودنا للاسف ان مفيش كتكوت كويس للاسف الفتره دي. حرفيا الكتكوت الكويس بقى عمله نادره جدا، ومفيش يعني انت هتلاقي كتكوت او قطيع الى حد ما فايق، ولكن مش هتلاقي كتكوت او قطيع 100% 100% فايق. ده مش هيحصل، ده مش هيحصل، انا بقول لك ده مش هيحصل للاسف يعني. فان شاء الله باذن الله بكره هنحقن على طول الفري او 2 والفاكسين، وربنا رب ييسر. وبرده بكره ان شاء الله باذن الله هنقطر معانا الحاجه الاي بي، فبرده حسب برده لسه هنختار انهي تحصينه دي، برده هتكون بناء على ان انا هعرض برده عليهم معظم التحصينات ونشوف هم هيختاروا انهي تحصينه. وانا جزء التحصينات ده تحديدا جزء مهم جدا جدا بالنسبه لي ان انا ازود واعلي خبرتي فيه، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا يا رب. فتقريبا دي كل التفاصيل. طبعا انتوا يعني عايزين تشوفوا الحضانه اكيد طبعا الحضانه احنا مشينا يعني صف علافات، صف سقايات، صف علافات. المفروض طلبت برضه منهم ان احنا نعلي السقايات، ولكن طبعا لسه الحوامل ما جاتش الحوامل. وبرضه طلبت منهم نزود مساحات علفيه عن طريق الورق
والشكاير، اي شيء، كراتين، اي شيء برضو لسه ان شاء الله ده هيتم. ولكن انا شايف طبعا 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 لا غنى عن علافات السمان. دي اول حاجه طلبتها اول ما جت سيره التحضير والكتكوت، وبرضو دي حاجه هم ما كانوش عارفينها، ولكن انا طلبت منهم العلافات دي، على الرغم ان هم كانوا عندهم اطباق تحضير تكفي ضعف العدد، ولكن انا طلبت منهم برضو نجيب علافات سمان، لان علافات السمان دي حرفيا حاجه اختراع. مفيش علف ان شاء الله بيهدر، مفيش اي كتكوت يعمل زرق في قلب العلف بجد يعني بيتم الحفاظ عليه كويس جدا جدا، مفيش اي اهدار للعلف بيحصل. فعلفات السمان انا طلبت منهم ويجيبوا كميه كبيره جدا كمان، بس اي ثينك ان هم جابوا نص الكميه بس، عشان عندهم اطباق تحضير كتير جدا. طيب نظام التدفئه في العنبر ده، انا طبعا كان نفسي نشتغل هيتر، كان نفسي طبعا، ولكن هم قالوا برضو الميزانيه لا تسمح، فمفيش اي مشكله خالص، فهم اشتغلوا شعله. طبعا انتوا اكيد سامعين الصوت جوه يعني، بس يعني اعتقد دي كل التفاصيل. طبعا سبتهم ورجعت لقيت ريحه الغاز قلب الدنيا. اول ما دخلت حرفيا دمعت، وما زال برضو لسه في ريحه غاز بسيطه، ظنا منهم برضو وظنا زي معظم العالم حرفيا كله في مصر، دفي قفل كل الشبابيك، شكرا يا عم. الشعله دي بتحرق اكسجين، الشعله دي في ريحه غاز طالع منها. وبعدين برضو بغض النظر عن الشعله او عن كل الحاجات دي، فين التهويه؟ فين التهويه؟ فانا برضو رحت جاي فاتح شباك او 2 في كل باكيه، والشبابيك دي اصلا مقفوله من بره بمشمع، فهي حرفيا بتجيب تنفيسات هواء، والحمد لله غيرت وفرقت تماما في ريحه الغاز اللي هو برضو ما زال لسه موجود، ولكن الحمد لله اختلفت تماما. وبرضه الحراره ما سطتش، ولو سطت يا عم زود كمان شعله، ولكن ما تبقاش انت واقف، انت نفسك كمربي انت واقف مش مرتاح انت نفسك واقف مش مرتاح. طب الغاز اللي عميق ده، طب برضه هو هيسبب برضه حاجات يعني امراض تنفسيه للفراخ او للكتاكيت. لازم انت تكون واقف مرتاح، حرفيا واقف في العنبر مرتاح. طبعا اعتقد خلاص دي كل شيء يعني، ده كل شيء. طبعا انتوا عايزين تشوفوا الحضانه، مش عارف يعني اوريها لكم ولا نخليها الفيديو الجاي، مش عارف والله. فايه رايكم نخليها الفيديو الجاي احسن، حاجه تشويقيه بقى كده يعني، اشوقكم نظام شوق ولا تدوق ها ف خلاص، بما انكم كلكم تقريبا دلوقتي قلتم قولا واحدا ورينا الحضانه يا شربو، ورينا كتاكيت يا شربو، فاذا ان شاء الله باذن الله قولا واحدا الفيديو القادم ان شاء الله هوريكم الكتاكيت والحضانه، العلافات، السمان طبعا، واطباق التحضير والبتاع، بص كله شيء ان شاء الله. اوعدكم والله الفيديو الجاي ان شاء الله، عشان الفيديو قدامي طول جدا. الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله هنشوف الحضانه، وربنا ييسر يا رب. وغالبا برضو ان شاء الله باذن الله، مش غالبا ان شاء الله باذن الله، يعني هصور لكم باذن الله بكره واحنا بنحقن، وطريقه الحقن باذن الله، وطريقه فك الحقنه يا رب. بس ايه ما انساش ان الواحد اثناء الشغل بيبقى عايز يشتغل عايزين نشتغل مش عايزين نصور، بس ربنا يقدرنا ان شاء الله باذن الله. وبكره ان شاء الله نصور. غالبا الدوره دي باذن واحد احد، بما انها ارض دي مش بطاريات، هنحاول نصورها يوم بيوم، ولكن هي مش هتنزل كل يوم، يعني مش النهارده اليوم الاول بكره الثاني، لا، يعني ان شاء الله باذن الله هنصورها اليوم بيوم، ولكن هننزل مثلا منها فيديوهين في الاسبوع، فيديو كل اسبوع ايا كان، عشان برضو ايه مش هينفع انزل كل يوم فيديو، يعني لازم برضو ايه ناخد الدوره على مهلنا، وان شاء الله نصورها كلها بالتفصيل الممل، حرفيا كانك قاعد معايا في العنبر. بس كده، فاعتقد انا كده وفيت وكفيت وقلت كل شيء. ودي الحضانه، دي الستاره اللي وراها الحضانه، فان شاء الله بقى الفيديو الجاي نبص على الحضانه وعلى الكتاكيت. طبعا انتوا اكيد سامعين صوت الكتاكيت وصوت الشعلات، عشان كده اصلا انا ماسك المايك بايدي. فالفيديو القادم ان شاء الله هوريكم الكتاكيت والحقن والتقطير وكل شيء. والى هنا ينتهي الفيديو الخاص بنا، مع تحيات مستر شربو، واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.